دايما بنسمع المقولة دي، إن اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. بس هل ده بجد؟ قصتنا النهاردة وهي قصة حقيقية تماما، بتروي حكاية عن الحب والقدر، حكاية بتورينا إزاي في حاجات مكتوبة إنها تحصل مهما حصل ومهما كانت الظروف. وآدي المقولة أهي، اللي ليه نصيب في حاجة هياخدها حتى لو الدنيا كلها واقفة ضده. دي مش مجرد جملة بنقولها وخلاص، لأ، دي بالظبط اللي حصل في الحكاية بتاعتنا. حكاية بتأكد إن القدر لما بيقرر يجمع اتنين مفيش أي حاجة بتقدر تقف في طريقه. طيب، خلينا نبدأ الحكاية من الأول خالص. كل قصة حب كبيرة ليها بداية، ليها لحظة. واللحظة بتاعتنا دي كانت من سنين طويلة، في مكان يمكن محدش يتوقعه خالص. ملاهي شعبية بسيطة، لقاء صدفة لكنه كان لقاء غير حياة شخصين للأبد. تعالوا نتخيل المشهد مع بعض. إحنا في مدينة ريفية بسيطة، واليوم ده كان يوم عيد. رحيل بنت صغيرة لسه عمرها ما كملش 13 سنة، كانت بتخرج تتفسح مع اخواتها. وفي نفس المكان ده كان أحمد، شاب عنده 17 سنة واقف بيشتغل في الملاهي. يعني محدش فيهم كان عامل حساب لأي حاجة، ولا كان يخطر على بالهم إن اليوم ده بالذات هيغير كل حاجة جاية. بصوا، من أول لمحة أحمد شاف رحيل وحس إن في حاجة شدته ناحيتها. لكن طبعا الموقف كان صعب جدا. يعني إزاي هيكلمها؟ إخواتها حواليها والوضع والعادات والتقاليد تخلي فكرة إنه يروح يكلمها دي يعني شبه مستحيلة. بس أحمد كان ذكي، فكر بسرعة، إزاي أقدر أكلمها من غير ما الموضوع يبان فيه حاجة غلط؟ فاستغل شغله، راح سائل سؤال عادي جدا وبسيط: هتلعبوا كام واحد؟ سؤال بريء مفيش فيه أي حاجة، لكن وراه كان اهتمام كبير هو بيحاول يخبيه. رحيل طبعا من بره رد فعلها كان فيه رفض وكده، لكن الحقيقة إن جواها الموضوع كان مختلف خالص. هي استغربت جرأته، وفي نفس الوقت كانت بتفكر: طب ليه أنا؟ يعني إشمعنى أنا بالذات اللي سألني من وسط كل الناس دي؟ السؤال ده فضل في بالها. وهنا بقى القدر يتدخل تاني وبطريقة أغرب. والدة أحمد شافتها بالصدفة، والمفاجأة إنها طلعت تعرف عيلتها، يعني طلعوا يعرفوا بعض من زمان. الواحد ممكن يقول خلاص كده الموضوع اتحل، لكن الغريب إن ولا حاجة حصلت. القصة وقفت عند النقطة دي تماما، كأن اللقاء ده كله ما كانش له أي تكملة. وبعد اللقاء الأول ده مرت السنين، سنين طويلة هتعدي، وهنشوف بقى هل الذكرى دي كانت مجرد صدفة وخلاص، ولا دي كانت بس البداية لقصة مكتوبة. 6 سنين، تخيلوا، 6 سنين كاملة عدت من غير ما يشوفوا بعض تاني خالص. رحيل نفسها كانت كل ما تعدي من جنب الملاهي دي كان بيبقى عندها أمل صغير كده إنها ممكن تلمحه تاني، لكن ده ما حصلش. عشان نتخيل الفرق، شوفوا الأعمار كانت إيه وبقت إيه. وقتها كانت هي 13 وهو 17، دلوقتي بعد 6 سنين بقت هي 19 وهو 22. يعني خلاص ما بقوش عيال صغيرين يتقابلوا في ملاهي، دول بقوا الشباب كبار، كل واحد فيهم حياته اتشكلت وبقى في مرحلة مختلفة تماماً. وبعد الصمت اللي دام 6 سنين ده، القدر قرر يتدخل مرة تانية، لكن المرة دي الموضوع ما كانش هيمشي بسهولة خالص. المفاجأة إن اللي فتح الموضوع تاني كانت والدة أحمد. بعد كل السنين دي كانت بتدور له على عروسة، وافتكرت رحيل، قالت له عليها وشافت إنها بنت مناسبة. أول ما اسمها اتقال قدامه، أحمد افتكر كل حاجة في لحظة، افتكر النظرة اللي في الملاهي من 6 سنين، ومن غير أي تفكير أو تردد وافق على طول. طيب، عيلة أحمد راحوا اتقدموا بشكل رسمي، والمنطقي إن الموضوع يمشي صح؟ لا، اللي حصل إن والد رحيل رفض. مش بس رفض، ده رفض رفض قاطع، والموضوع فضل متجمد كده لمدة سنة كاملة. وهنا السؤال المهم، هو رفض ليه؟ السبب ما كانش إن أحمد فيه عيب، بالعكس، السبب كان حاجة اسمها عشرة عمر. يعني إيه؟ يعني والد رحيل كان في علاقة قديمة وقوية بينه وبين ناس تانية، وكان خايف لو وافق على أحمد إنه يزعل الناس دي ويخسر عشرة العمر دي، فكان محطوط في موقف صعب جدا. وفي وسط كل ده تحصل صدفة تانية. يوم عادي جدا، رحيل كانت ماشية وشافت أحمد راجع من شغله. للمرة التانية في حياتهم عينيهم جت في عين بعض، وفي اللحظة دي كل الإحساس اللي كان موجود من سنين رجع تاني، ويمكن أقوى من الأول كمان. اللقار ده، النظرة دي، كانت هي الشرارة اللي رحيل كانت محتاجاها. من بعدها خدت قرار إنها لازم تحارب عشان مستقبلهم سوا. بعد النظرة دي رحيل ما بقتش الشخص اللي بيستنى وخلاص، لا، هي اللي خدت الخطوة. فضلت تتكلم مع والدها وتتحايل عليه وتصر. هي كان جواها يقين إن أحمد هو نصيبها، وفي الآخر قدام إصرارها ده الأب وافق.
وأول لقاء رسمي بينهم كان يوم من أسعد أيام حياتهم. والواحد ممكن يفتكر إن خلاص كده القصة خلصت نهاية سعيدة. لأ، لسه. فترة الخطوبة نفسها اللي استمرت 1.5 سنة كانت مليانة تعب ومشاكل كتير. يعني مروا بظروف صعبة كانت ممكن تفرق أي اتنين، لكن هم فضلوا ماسكين في بعض ومستنيين اليوم اللي يجمع. وبعد كل الصراعات دي وصلوا أخيراً لبر الأمان واتجمعوا، والرحلة دي كلها بتدينا درس قوي جداً عن القدر. وأخيراً اتجوزوا، ووعدوا بعض إنهم بعد كل اللي شافوه ده مفيش أي حاجة في الدنيا هتفرقهم تاني أبداً، وربنا كمل فرحتهم ورزقهم بابنهم سفيان. فسبحان الله، القصة بتلف وترجع بينا تاني لنفس النقطة اللي بدأنا منها: اللي ليه نصيب في حاجة هياخدها. قصة أحمد ورحيل دي هي الدليل الحي على المقولة دي، دليل على إن النصيب بيوصل لصاحبه مهما كانت المسافات ومهما كانت العقبات. والقصة دي بتخلي الواحد يقف ويفكر، هل فعلا ممكن لحظة واحدة، نظرة واحدة بالصدفة تحدد مسار حياة كاملة؟ كم مرة حصل في حياتنا موقف بسيط أو قابلنا حد صدفة وممكن يكون الموقف ده هو اللي رسم طريقنا كله من غير ما ناخد بالنا حتى؟ سؤال يستاهل التفكير.